كاين واحد الاوتفيت في عقلك ولكن ملي كتلبسو كتجي خايب وما كيجيش معاك. معكم قايدر بالدارجه، وفي هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش يجيو معاك الحوايج وغادي نعرفوا القواعد اللي خاص تتبع باش تلبس واحد الاوتفيت واعر. القاعده الاولى اللي هي النوع الجسم ديالك. قبل ما غادي نشوفوا كل نوع جسم والحوايج اللي غادي يجيو معاه خاص نتفقوا انك الا كنتي غليظ ولا رقيق فراه المشكل فيك وراك مضيع على راسك بزاف ديال المزايا، فخاصك تدخل تريني في اقرب وقت ودير قدامك واحد الحدث اللي هو استاتيك بادي، جسم زوين ومتناسق وكلشي غادي يجي معاه. واغلبيه ديال الناس كيكون النوع ديال الجسم ديالهم واحد من هاد الانواع. الا كنتي هكا كيعني ان الجسم ديالك فيه واحد الدهون والحجم ديالو كبير، غادي تحاول تجنب اي حاجه ضيقه واي حاجه اوفر، ولكن كما قلت راه الحل هو لاصه. من احسن انواع الجسم فين كيكونوا الكتاف عراضين وخارجين والخصر كيكون مجموع. الا كنتي هكا وكانت عندك واحد الكتله عضليه فراك محظوظ بزاف، حيت الفورمه وهاد النوع ديال الجسم غادي يخليك تلبس هاد الستيل هذا وغادي تجي فيه واعر احسن شكل، كلشي كيجي معاه ولبس اللي بغيتي براحتك. الا كنتي هكا فراه غادي يكون الابر بادي ديالك مقموع واحد شويه، داكشي علاش غير تبغي تصاوب واحد الاوتفيت وانت عندك هذا الجسم هذا فضروري دير في بالك انك خاصك تزيد واحد الفوليوم للابر بادي ديالك، يا اما عن طريق شي جاكيطه اولا ستارتر اولا اللي كان. تلقى الستيل ديالك ماشي كاع الناس كيجي معاهم الاولد ماني مثلا، وماشي كلشي كيجي معاه ستريت وير، داكشي علاش خاصك تختار واحد الستيل اللي غادي تلبسو ويجي معاك ولا تميكسي بين جوج ستيلات ولا اكثر. وانا كنصحك تمشي لبينتريست، هذا الويب سايت هذا مصمم الالغوريثم ديالو على انه يعطيك احسن الاختيارات ويعطيك فاش تختار. تقدر تدخل تقلب غادي يطلعوا لك بزاف ديال الستايلات تقدر تانسبيرا منهم ولا تشوف القطع الزوينين اللي غادي يعجبوك وتشري بحالهم. تقدر تطابي اي سميه ديال شي ستيل فغادي يطلعوا لك بزاف ديال الاختيارات، هكا غادي دير واحد التغذيه بصريه ومن خلال الحياه اليوميه ديالك واش كتقرا واش خدام واش مازال صغير ولا كبير واش مازال مراهق، هكا غادي تقدر تحدد الستيل ديالك اللي غادي يجي معاك. فمثلا ما يمكنش تكون عندك 16 عام وغادي تجي تلبس الاولد ماني فرما غاديش يجي معاك. داكشي علاش ملي غادي تجي تختار واحد الستيل اللي غادي يعجبك في بينتريست خاصك تختارو بناء على النمط ديال العيش ديالك، على شنو كدير في نهارك ولا العمر ديالك. بما انه اغلبيه ديال الناس اللي كيتبعوني في هاد لاشين هادو عمرهم ما بين 16 للفوق، فكنصحكم انكم تبقاو في الستريت وير من غير الا كنتي كبير 26 للفوق فالاولد ماني احسن خيار ليك، وراني دويت عليه بزاف ديال الفيديوهات. فالدراري صار كنصحكم بالستريت وير، يعني كتكون واحد الهودي وسروال سبرديله ولا واحد البودي ولا جيلي ولا بزاف ديال الخيارات اللي غادي نشوفوهم من بعد. القاعده الثالثه واللي مهمه بزاف واللي هي الالوان. ديما خلي في بالك بلي الالوان كيلعبوا واحد الدور كبير في الاوتفيت ديالك واش غادي يبان زوين ولا خايب. فمثلا الا كان الاوتفيت ديالك كامل في لون واحد مثلا كله بيض اولا كله كحل فغادي يجي ناقص واحد شويه، داكشي علاش ديما في اختيار الالوان ديالك خاص تخلي واحد الكونتراست وواحد التباين في الالوان. مثلا الكحل والبيض راه واحد المزيج اللي واعر وكيجي مع كل شيء، اولا مثلا الكري والكحل ولا مثلا البيج والبيض. فديما خاص تركز انه يكون واحد توازن بين الالوان وما يجيش الاوتفيت كامل في لون واحد. دير في بالك انه الا تبعتي هاد 3 الخطوات الساهلين والبساطين انك تلقى الستيل ديالك وتعرف الجسم ديالك كيفاش داير وتختار الالوان بعنايه، اهم حاجه كما قلنا هي لاصال باش تقاد واحد الجسم اللي زوين وكيجي معاه كلشي، فكون اكيد غتبقى تجي واعر في الحوايج ولي زاوتفيت كاملين يجيو معاه.